السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقة الرابعة من سلسلة جيت فور بيجنرز. طب دلوقتي بعد ما خلصنا الجيت سيت اب بتاعنا، يعني احنا دلوقتي بقى الجيت جاهز عندنا، يلا بقى نبدأ نستخدمه. بص بقى، الطبيعي كمبرمج اننا بنستخدم جيت مع لغات برمجة مختلفة. يعني مثلا لو شغال على مشروع بلغة جافا هنستخدم جيت عشان اعمل نسخ مختلفة من المشروع ده، وكل شوية اعمل كوميت. قلنا كوميت يعني انا بعمل سيف وبعدها ارفع الشغل ده على الريبوزيتوري بتاعي. بس احنا في العالم مش عندنا لغة برمجة واحدة، صح؟ عندنا لغات كتيرة جدا. فلو بدأت اشرح بأي لغة معينة ممكن ده يبقى صعب على ناس تانية. يعني مثلا لو حد شغال جافا سكريبت او بايثون مش هيفهم جافا بسهولة. والجميل ان جيت مش بيهتم انت كاتب بأي لغة، سواء بتكتب كود او مقالة او حتى سطور انجليزي عادية، جيت هيشتغل عادي. جيت مش هيقولك لا، مش هيقولك حتى ايه ده دي لغة جافا يبقى هتصرف كده، لا خالص. جيت بيقولك اديني بس الملف وانا هعمله تراكنج وخلاص. يعني جيت مش بيحلل الكود. وعشان كده في الكورس ده مش هنهتم بلغة برمجة معينة. يعني لو بنكتب كود في الملف مش مهم اللغة، المهم نفهم ازاي نخزن الملفات دي باستخدام الجيت، وازاي ندمج الملفات دي ونشتغل عليه. فاللي هنكتبه ممكن يكون انجليش، كلمات انجليش عادية او سودو كود. وممكن اي حد يستخدمه حتى لو بتكتب كتاب او سيناريو. جيت هينفع في الايه، في الحتة دي. تمام، يلا بينا نبدأ. اول حاجة عاوز تكتب حاجة لازم تفتح اديتور. طب ايه الاديتور اللي احنا هنستخدمه؟ هنستخدم الفي اس كود لانه مشهور، وعندي في اس كود متسطب على الجهاز بتاعي. فيلا تعالوا نفتحه. في فيجوال ستوديو كود اهو فتحت دلوقتي. تعالوا نفتح فولدر جديد. وبالمناسبة انت مش لازم تستخدم في اس كود، اي اديتور انت متعود عليه ممكن تستخدمه عادي. تعالى نفتح فولدر جديد، وتعالى نروح للبي سي، نروح في اي مكان فاضي هنا ونعمل نيو فولدر نسميه مثلا الفيرست بروجكت. تمام، ده كده الفيرست بروجكت، ونقول له سيلكت فولدر. تمام، هو كده فتح لي الايه، الفولدر. احنا كده جوه الفولدر. الفولدر ده هو المكان اللي هنشتغل فيه. ده بقى بنسميه كي وورد كده، لازم نبقى حافظينها سوا كده. الوركينج دايركتوري بتاعنا يعني ايه؟ يعني سواء كنا بنكتب كود او ملف بنحطه في الفولدر. الفولدر ده بقى هو ده اللي بنسميه الوركينج دايركتوري، ده المكان اللي انا هشتغل فيه. تمام، بعد كده تعالى نفتح تيرمينال. في تيرمينال اهي من الشريط فوق، من البار فوق هنلاقي التيرمينال. هنختار نيو تيرمينال. ايه التيرمينال ديت؟ زي ما قلنا قبل كده، لما جينا نعمل سيت اب للجيت كنا عملنا ايه؟ كنا رحنا فتحنا السي ام دي، الكوماند برومبت، لو فاكرينها. السي ام دي ديت كنا بنعمل فيها ايه؟ بنكتب فيها الكوماندز بتاعه الجيت، زي ما احنا عملنا قبل كده جيت فيرجن، وعملنا جيت يوزر نيم، والجيت يوزر دوت ايميل. برضو التيرمينال ديت هي زي السي ام دي بالظبط، بس موجوده في الايه، في الفي اس كود. يعني دي تعتبر زي internal command prompt. كل اللي كنا بنكتبه قبل كده في الكوماند بقى هنكتبه هنا في الفي اس كود. من يعني اللي هو ممكن تبقى انت محتاج تعرفه ان هو بيستخدم الباور شيل. طبعا احنا الباور شيل دي استخدمناها برضو المره اللي فاتت مع السي ام دي. طالما انت وصلت هنا تعالى بقى نكمل عشان نفهم الجيت. الجيت لازم نعرف الاماكن اللي هو بيشتغل فيها. يعني ايه؟ دلوقتي المشروع بتاعك في فولدر، صح؟ بس جيت مش هيعرف ان انت شغال جوه الفولدر ده. لازم تقوله انك عايز تعمل تراكنج للي انت بتعمله، للي بيحصل في الفولدر. طب ازاي تبلغه بكده؟ في حاجة اسمها الستaging اريا.
الستaging اريا دي المنطقة اللي الجيت بيشوف فيها ايه الملفات اللي انت عايز تتابعها. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي معاك الملفات في الفولدر، هو مش هيفهم الفولدر، هو ما بيفهمش الفولدر اللي انت فيه اللي هو الوركينج دايركتوري بتاعك. فانت محتاج ايه؟ محتاج تبعت الملفات اللي انت عندك في الفولدر. وليكن انت عندك 10 ملفات، انت بس مهتم ب5 منهم، او هو ال5 دول هم البروجكت بتاعك، هو دول الكور بتوع البروجكت بتاعك، دول اللي انت عايز تتبع الايه، الفيرجن بتاعتهم، او تتبع ايه اللي بيحصل فيه. فانت هتبعتهم على مين؟ على الستaging اريا. وانس اللي انت حطيت الملفات دي في الستaging اريا، تمام، الجيت خلاص فهم اللي انت دول الحاجات اللي انت مهتم بيها، وهو ده اللي هو هيعمل له تراكنج. يعني خلاص قلنا له يا جيت خد بالك من الايه اللي بيحصل في الملفات دي. طب هنعمل ايه كمان؟ في حاجة عندنا اسمها الكوميت هيستوري. الكوميت هيستوري ديت كل دول بيبقوا جوه حاجة اسمها الجيت ايه ريبوزيتوري. يعني ايه؟ وانس اللي انت خلاص تمام انت بعت له الملفات اللي انت قلت له خلاص انا هشتغل على الملفات ديت، انت هتعمل كوميت يعني تمام انت اعتمدت التغيرات اللي حصلت في الملفات الموجوده في الستaging اريا ديت، هتقول له خلاص كوميت هياخد الملفات دي يبعتها لللوكال ريبوزيتوري بتاعك. اللوكال ريبوزيتوري بتاعك ده بيبقى موجود فيه ايه؟ بيبقى موجود فيه كل الكوميتس بتاعتك، الهيستوري كامله بتاعت كل كوميت انت عملته. تمام، هنفهم ده طبعا بشكل عملي لما نيجي نخش تكنيكال اكتر. يعني اهم حاجه بس تبقى انت فاهم معايا ان الملفات بتاعتك كانت في الستaging اريا عشان الجيت يعرف يتعامل معاها. انت تمام اعتمدت التغيرات ديت، هتقول بقى للجيت تمام انت عندك الملف، خد الملفات دي عايز اعمل لها كوميت. بعد كده بعد ما انت تعمل كوميت هو اوتوماتيك هيودي الملفات دي للريبوزيتوري ويسجلها عنده كهيستوري عشان تقدر ترجع له فيما بعد. ده كده فيرجن، يعني كل كوميت انت بتعمله بيعتبر فيرجن واحد. عملت 3 4 5 كوميت، يعني انت كده عملت ايه 5 فيرجنز من الملفات بتاعتك. ماشي، فما تتلخبطش ما بين الجيت ريبوزيتوري والوركينج دايركتوري. الوركينج دايركتوري دي الملفات اللي انت شغال عليها، تمام، وجيت ريبوزيتوري دي الهيستوري بتاعت الملفات كلها اللي انت كنت ايه اشتغلت عليها قبل كده، والتعديلات اللي انت كنت عملتها قبل كده. تعالوا بقى نبدأ دلوقتي. اي ملف هنكتبه في الجيت عشان يشوفوا لازم قلنا ايه؟ نبدأ نجهز المشروع بجيت، نعرف في الفولدر اللي احنا فيه ده ان احنا عايزين نستخدم جيت. هنعمل ايه؟ تعالى كده الاول تعالى نجرب جيت فيرجن. تمام اهو زي ما احنا عملنا قبل كده. تعالى نقول له كوماند جديد هنتعلمه اسمه جيت ستاتس. قال لك ايه هنا بعد ما انت عملت انتر؟ قال لك نوت ا جيت ريبوزيتوري، بيقول لك انت مش هتقدر تستخدم جيت ستاتس ديت عشان انت ما عندكش ايه ريبوزيتوري في المشروع بتاعك. طب انا عايز اعمل ريبوزيتوري، اعملها ازاي؟ هنيجي بقى نستخدم الكوماند اللي احنا جايين نعرفه في الفيديو ده اللي هو اسمه get int، وندوس انتر. get int ديت هي int ديت اختصار ل initialized. ماشي، initialized انت كده بتعمل initialize ل empty get repository. ده اللوكال ريبوزيتوري بتاعك. طبعا انت عارف الفرق ما بين اللوكال ريبوزيتوري والريموت ريبوزيتوري. اللوكال ريبوزيتوري دوت هو اللي هيكون فيه الهيستوري بتاع الملفات بتاعتك كلها، فيه كل الفيرجنز بتاعت المشروع بتاعك. لو انت حبيت تشاركها مع التيم بتبعت بقى من اللوكال ريبوزيتوري، بتبعت ايه الملفات ديت للريموت ريبوزيتوري. تمام، دي هنبقى نجيلها في خطوه بعدين في الفيديوهات اللي جايه. طب دلوقتي احنا عملنا ايه؟ خلاص احنا عملنا initialize للريبوزيتوري بتاعنا كده، ما احنا معانا ريبوزيتوري في المشروع بتاعنا. لو جينا نكتب تاني get status، قال لي ايه؟ قال لي انت على البرانش مين، انت على البرانش اللي اسمه مين. تمام، no commits yet، انت ما عندكش ولا commits. ده طبيعي، احنا لسه ما عملناش اي commit.
لان الريبوزيتوري بتاعنا فاضي. يبقى احنا كده عرفنا ريبوزيتوري وشيكنا على البرانش مين. ايه البرانش مين ده هنبقى نعرفه في الفيديوهات اللي جايه، بس نعتبر دلوقتي ده البرانش اللي هو بالعربي الفرع اللي انت شغال عليه وبتبني عليه كل الايه الفيرجنز بتاعتك. تمام. الفرع ده هو اسمه مين بس. تمام. الفرع ده ما فيهوش اي ايه كوميتس حاليه دلوقتي. تمام. دلوقتي انا عايز اعرفك حاجه. دلوقتي هو لما عمل initialized empty get repository هو كده نشأ لك الريبوزيتوري ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن فولدر بس hidden folder اسمه دوت جيت. تعالى كده لو احنا رحنا لايه للمكان ده. تمام. هنا هنفتح الفولدر بتاعنا first project. هنا وانا هو ظاهر لي الجيت بس هو المفروض hidden file. حتى بص هنا كده معايا لو خدت بالك هتلاقي الايه الايكون بتاعت الفولدر هي شكلها شكل هيدن. طبعا هي في اول مره مش تبقى ظاهره معاك كده. ليه؟ عشان انا مفعل ان انا يبقى عندي الايه الهيدن فايلز شغاله. هنا لو انا دوست هنا هتختفي. يعني المفروض هنا عندك مخفيه. هتيجي هنا ندوس تاني show hidden items. تعالى بقى نرجع تاني. طبعا خلاص احنا عرفنا اتفقنا ان الدوت جيت ده هو الريبوزيتوري اللوكال ريبوزيتوري بتاعتنا. تعالى نرجع للفي اس كود. هناخد اخر كوماند قبل ما ننهي الحلقة. نكتب rm دوت get. ماشي. بيقول لي انت متأكد؟ نقول له y yes. قال لي can't remove. مش راضي خلينا امسحه. طيب نعمل ايه لو هو مش عايز يمسحه؟ نيجي هنا ممكن نروح بقى مانوال، نروح للفولدر نفسه. تعالى كده نمسح ده. نرجع تاني. انا ليه بقى مسحت دلوقتي احنا مسحنا الدوت جيت ده الريبوزيتوري بتاعنا اللوكال ريبوزيتوري بتاعنا. طب انا مسحته ليه؟ عايز اوريك كوماند جديد. احنا ممكن واحنا بنكريت الريبوزيتوري دوت باستخدام الجيت انت زي ما انا قلت لك. بس قبل ما اعمل جيت انت كده بس لا، احنا هنيجي بعدها نقول داش بي. بعد كده نكتب مثلا اي اسم بقى للبرانش اللي احنا ايه عايزينه. احنا كان البرانش باي ديفولت هو المين. ممكن احنا بقى نسميه اي اسم تاني. ممكن نسميه ديمو. بص كده يعني انا لو جيت هنا كده قلت جيت ستاتس المفروض يقول لي ايه انت على البرانش اللي اسمه ايه ديمو. وبكده خلصنا الكوماند بتاع الجيت انت. وان شاء الله المره الجايه هنكمل وهوريك ازاي بقى بتضيف الفايلز للستaging اريا، ومن الستaging اريا ازاي بنعمل كوميتس عشان يروحوا لللوكال ريبوزيتوري بتاعنا اللي هو الدوت جيت. واشوفكم الحلقه القادمه. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لي سبسكرايب ولايك وشير. ده اللي بيخليني استمر في الفيديوهات. واشكركم جدا. مع السلامه.